لو عاوز تغير حساسيتك عندي ليك خبر مهم. هي مش هتتغير بس انت هتتعلم تديرها. طيب يعني ايه تديرها وايه الفرق يعني؟ تديرها يعني مش هتفضل تحزن بنفس العمق على كل تفصيلة صغيرة. مش هتشيل هم الناس اللي رايحة واللي جاية زي زمان. مش هتضيع عمرك بكا على اللبن المسكوب ومش هتنفجر في ولادك واصحابك لحد ما نخسرهم. ولا تعطل شغلك عشان مزاجك مش رايق. كل ده بيحصل لما بنشتغل على إدارة حساسيتنا مش إننا نحاول نخبيها. لان كل مره انت بتحاول تخبيها او تغيرها ده معناه انك رافض جزء من نفسك. فساعتها التغيير الحقيقي عمره ما هيحصل. لكن ادارتها والتصالح معاها هو ده اللي هيفتح لك باب لحياه اجمل بكتير مع حساسيتك. اول حاجه اتعلم عن نفسك وحساسيتك بعمق. اعرف جذورها وطرق تاثيرها على كل جوانب حياتك. تاني حاجه دي مهمه قوي، خد قرار بتحمل مسؤوليه تحسين حياتك واداره مشاعرك. مع الوقت هتلاقي نفسك بقيت أهدى وحياتك فيها سكينة ومدرك لقيمتك الحقيقية وجمال حساسيتك. قولي بقى ايه أول حاجة هتتعلم عنها تخص حساسيتك؟